في يوم من الأيام كان آدم ماشي مع صحابه في مول كبير، بيضحكوا ويتكلموا بصوت عالي لحد ما دخلوا مطعم شهير. وهو واقف بيطلب لمح بنت واقفة بتلبس يونيفورم المطعم. كانت ملك، أخته الصغيرة، لكن بدل ما يفرح بيها بص لها من فوق لتحت وقال بصوت عالي: إيه اللي جابك تشتغلي هنا قدام الناس؟ مش عيب عليكي؟ الناس كلها بصت عليهم، وملك كانت على وشك البكا، بس مسكت نفسها وقالت بهدوء: بشتغل عشان أساعد أمي، وعشان أخويا الكبير مشغول دايما بنفسه. آدم حس بالإحراج بس فضل ساكت ومشي من غير ما يعتذر. لكن بعد أسبوع حصل حادث كبير لآدم، اتصاب في رجله وما بقاش يقدر يشتغل لفترة. مين أول حد واقف جنبه؟ ملك. كانت كل يوم تزوره وتجيب له الأكل وتسأله: محتاج حاجة؟ ساعتها دموعه نزلت وقال لها: أنا آسف يا أطيب أخت في الدنيا، سامحيني، أنا خجلان من نفسي. ومن يومها بقى يدعمها في شغلها ويفتخر بيها قدام الكل، لأن الكرامة مش في الشغل، الكرامة في الاحترام.